يعتبر من أهم صواريخ جو الليزرية التي يمكنها حماية الأجواء التركية من أي اعتداء خارجي. وفق تصريحات رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل ديمير، فإن جندي السماء يعد أول ذخيرة جوية بعيدة المدى يمكن إطلاقها بنجاح من كافة الطائرات المقاتلة، وتم تدعيمه برأس ليزري باحث عن الرادار والمستشعرات الصادرة عن الأهداف المعادية ليصيبها في مقتل بدقة ومرونة. طورت هذه الفئة من الصواريخ لتحل مكان صواريخ إيم 120 وإيم 9 سايد وايندر التي تستخدم في المقاتلات الحربية الحالية المسيرة والمهولة. وأخيرا دخلت صواريخ بوزدوان وجوجدوان جو قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في المخزون لتحقق هدفا واحدا: التفوق الجوي.